قررت أعمل تجربة بسيطة لكنها جريئة شوية. اعتزلت السوشيال ميديا 7 أيام كاملة. إيه اللي حصل خلال الأسبوع ده؟ ما كنتش متوقعه أبداً، والنتيجة فعلاً كانت صادمة. لو أنت طالب أو شاب حاسس إن وقتك بيضيع، وإن تركيزك مش زي الأول، وإنك دايماً مأجل حاجات مهمة، الفيديو ده معمول عشانك. وقبل ما نبدأ، اعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل المحتوى ده لناس محتاجاه فعلاً. أول يوم كان أصعب يوم. كنت ماسك الموبايل بلا وعي، وإيدي بتتحرك تلقائي ناحية التطبيقات كأني متبرمج. كل شوية دماغي يقول افتح دقيقة واحدة بس. وده طبيعي جدا، لأن السوشيال ميديا مصممة إنها تخليك مدمن دوبامين. علميا، كل إشعار وكل سكرول بيطلع جرعة دوبامين سريعة، ومع الوقت الدماغ بيتعود عليها وبيفقد قدرته يستمتع بالحاجات البسيطة والمفيدة زي المذاكرة أو الشغل. عشان كده أول خطوة مش محتاجة قوة إرادة خارقة، محتاجة إنك تغير البيئة حواليك. شيل التطبيقات من الشاشة الرئيسية أو استخدم برامج تقفلها مؤقتاً. بعد حوالي 3 أيام بدأت ألاحظ تغيير غريب. صحيت من النوم وما مسكتش الموبايل على طول. لأول مرة من فترة طويلة حسيت إن دماغي مش زحمة، في هدوء وفي وقت وفي مساحة أفكر. السبب إن أول ساعة في اليوم بتحدد مستوى تركيزك لباقي اليوم. لما تبدأ يومك بسوشيال ميديا، أنت بترفع الدوبامين فجأة، فكل حاجة بعدها بتبان مملة. الحل بسيط: أول نص ساعة من غير موبايل، تشرب مية وتكتب 3 حاجات أساسية عايز تخلصها النهاردة. الخطوة دي صغيرة لكن تأثيرها كبير جدا. في نص اليوم لاحظت إني بخلص مهامي أسرع، مش لأني بقيت عبقري، لكن لأني مفيش تشتيت. كل شغلانة كنت ببدعها بخلصها في وقت أقل وبمجهود أقل. الحقيقة إن أي إشعار صغير بيقطع تركيزك، والدماغ بياخد حوالي 20 دقيقة عشان يرجع لنفس المستوى. يعني إشعار واحد ممكن يضيع ساعة كاملة من غير ما تحس. الحل العملي هنا إنك تقفل النوتيفيكيشنز وتحدد وقتين بس في اليوم تفتح فيهم السوشيال ميديا بإرادتك، مش تسيبها هي اللي تتحكم فيك. أكبر مفاجأة كانت في النوم. نومي اتحسن بشكل واضح، وكنت بصحى أخف ومش مكسر. وقتها فهمت إن المشكلة ما كانتش في الإرهاق نفسه، لكن في الشاشة. الضوء الأزرق بيقلل هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وده بيأثر مباشرة على تركيزك ومزاجك تاني يوم. الحل بسيط: اقفل الموبايل قبل النوم بساعة، اقرأ صفحة أو اقعد في هدوء. الهدوء مش فراغ، الهدوء إعادة شحن. في نص الأسبوع قعدت مع نفسي شوية من غير ضوضاء ومن غير مقارنة مع حد. حسيت بإحساس نادر اليومين دول، إني كفاية، وإن مش كل الناس سبقتني، وإن التأخير مش فشل. يمكن أنت كمان محتاج اللحظة دي. بعد أسبوع واحد بس، تركيزي بقى أحسن، وطاقتي رجعت، ووقتي بقى في إيدي، وثقتي في نفسي زادت. السوشيال ميديا مش عدو، لكن الإدمان عليها بيسرق حياتك بهدوء ومن غير ما تحس. مش بطلب منك تعتزل نهائي، جرب 3 أيام بس. 3 أيام هدوء، 3 أيام تركيز، 3 أيام تسمع فيها صوتك الحقيقي. لو الفيديو لمسك، اعمل لايك، اشترك في القناة، وابعته لصاحبك اللي دايما بيشتكي إنه مش عارف يركز. وافتكر دايما، التحكم في انتباهك هو أول خطوة لأي نجاح حقيقي.